يلا بصباح الخير. صباح الخير. امس مو منزل؟ ما عليك. من هي جايبين هذيك الصورة؟ اعترف. عندي واجب بعد. عندي وبعد كاتب اتحداك من تعرفون. البنجالي ما انه يعرف هذيك انه صورتي. هذاك اللبس كاني رايح ارقص راب رايح ارقص راب في حديقة النسب. أقول لك ترى عندي صور، عندي مقاطع حالي، عندي مقاطع إذا مسحتها. بس انا ما كذا، انا شادين اللبس يا اخي. البنطلون من هين مشتري لنا، ضروري نشتري لبس. من سوق الحافة. من هين؟ سوق الحافة. يا اخي ما عندي اياها، ابغى 5. من زمان تلبس اوفر سايز، ها؟ ايوه بس كان قصار. اوفر سايز لكن قصار. اوكي يعني ما شاء الله. هذاك ما اوفر سايز، هذاك 3 يدخلوا معاك فيه. ما تقيس انت يوم تروح تشتري بوطلين، ما يعني تقرب قبل ولا تعال والبس بس؟ ترى ما انا اشتريهم هدايا يجيني. هدايا؟ ايوه. يكرهوك اللي يهديوك أول. لا يهديوني وكذا، ناس ما يشوفوني. يقول لك وين فضيحة يلبس بنطلون بدل الوزارة. مالك لابس بنطلون بدل الوزارة؟ تومي مفهمنك من اللي يلبسوا زار رجال واللي يلبسوا بنطلون يعني. لا يعني بس يعني كيف ليش ملابس الوزارة انت؟ يعني همو يلبسوا زار عشان لما اخلص من تغذي. ويش تقول لي؟ اقول لك تو ركزت في الصورة. ايه صورة؟ كان امبابي يوم صغير. مين كنك؟ امبابي. خليني لحظة اشوف، اطلع انا بالتليفون. مبابي يوم صغير. صح والله. هين الصورة، اشوف الصورة، اشوف شباب. هين مبابي اللي على اليمين واللي على اليسار. هذا اكثر سؤال يمكن يوصل، انه يحتاج ما يحتاج لكم شيء ابدا. حجز تذكرتك وعمره مقبولة ان شاء الله. فالحين رايحين نصلي الظهر ومن بعدها ان شاء الله الوداع والى المطار على طول. فالصراحة للأمانة من أجمل الأيام هذه في حياتي. يومين وكان ودي أجلس أكثر عن اليومين، لولا الشغل بجلس أكثر عن اليومين، ولكن راجع إن شاء الله راجع. شباب نحن وصلنا المطار، بس صار موضوع كذا بغيت أوجه سؤال لطيران السلام في هذا الموضوع. للأمانة ما هل نحن ما نفهم أو الغلط منا نحن، ولازم ننتبه في هذه النقطة. يعني لما قصينا نحن التذكرة حلو، طلعنا من عمان لجدة، شلينا هذه الشنطة معانا ودخلناها الطائرة والأمور طيبة. وصلنا جدة بسلام وأمن، خلصنا أمورنا هنا وجينا نرجع. لما وصلنا مرة ثانية المطار، مطار جدة، عشان نرجع مسقط، بغينا ندخل الشنطة، قال لا هذه الشنطة ممنوعة. كيف ممنوعة الشنطة؟ يعني كيف نبغى نفهم كيف؟ من هناك نحن جبناها الشنطة، دخلت الطائرة عادي. كيف ممنوعة؟ قال لا لازم هنا تدفع مبلغ. كيف تدفع مبلغ؟ ليش يعني ندفع مبلغ؟ نبغى نفهم الموضوع. هل عذرونا على هذه الكلمة؟ هل هذه حيلة عشان إننا ندفع نحن فلوس، أو إن نحن ما نفهم، أو الموظفين اللي عندكم يعني مشونا؟ ويش بالضبط؟ فهمونا عشان نعرف، عشان مرة ثانية لما نحجز من عندكم نعرف كل التفاصيل. أما أن تمشي من هناك الشنطة ولما يجي هنا لا ما ينفع، لازم تدفع ما ينفع كذا. يعني هذا نحن ما نستغفل نفسنا، ما نفهم وش بالضبط، ما نعرف. فأبغى إجابة منكم، ليش هذا الموضوع بالذات
هو ما سالفة الدفع أبدا، بس فهمونا الطريقة كيف لما نبغى نسافر أوكي طيران اقتصادي على العين والرأس ما قلنا شيء، لكن بهذه الطريقة لا، ما نرضى، نحن ما نرضى. فهمونا الوضع كامل. أما تمشي من هناك الشنطة يوم جي من هنا لا ما ينفع لازم تدفع. ليش أدفع؟ ليش مشيتني من هناك؟ فأبغى إجابة من عندكم. سهيل بس وش رأيك أنت في الموضوع هذا اللي صار مالها ودفعونا فلوس وكذا؟ وش رأيك؟ حموم يعني تسوي هذه الحركة فما يقول عند الله تعالى. عقب هالموضوع زين. احنا رايحين عمره رايحين تونا زين يا حبيبي ركز، أنا ما سألتك هي الراية، سألتك عقب الموضوع كيف الموضوع؟ عقب أنا أقترح يسوي مطار في الطايم. تذكرة منا سجل بفتحها مطار. مطار في الطايم. شباب سامحوني شو على هذه المداخلة شوية، عنده موضوع لا عندك؟ ايوه. اوكي كمل موضوعك.